انا نفسي اعرف بس عمرو اديب لما بيطلع يتكلم عن شتيمه بيومي فؤاد، هو انت ما بتشوفش الناس بتعلق تقول لك ايه في الكومنتات؟ ده الناس بتطلع تصريحات تقول لك عمرو اديب طول ما هو بينتقدك يبقى انت ماشي صح، الجمل اللي هي مليانه كوميديا. انا مش شحات، انا بقدم فن. بصراحه مصر ما انجبتش غير اتنين، نجيب محفوظ في الادب وبيومي فؤاد في اي مصلحه. اللهم اكفينا شر صديق السوء وصديق المصلحه وصديق زي بيومي فؤاد. مش فاهم انا اللي عمال يقول لنا كتر خيركم كتر خيركم ليه؟ انا بقى مش فاهمك يعني ايه كتر خيركم؟ كتر خيركم في ايه؟ اصل انا يا جماعه لو كنت ساعتها اتكلمت النهارده انا كان ممكن اتشل، فانا عايز افهم بقى كتر خيركم في ايه؟ كتر خيركم وهيعيط لا ينزل نص ركبه، والله العظيم ينزل نص ركبه. انا عايزك تنزل نص ركبه وانت بتقولها، جايز يفهم. وكل ما يقول حاجه احنا جايين نقدم فن مش نضحك حد. من حقك تعتذر عن المسرحيه لكن مش من حقك تغلط في فنك. كتر خيركم كتر خيركم. لو المسرحيه دي قاعد 15 يوم كمان سياده المستشار عارف احنا مش بتوع فلوس اقسم بالله. 300 عمل الزعيم عادل امام عمل 100 عمل، انت عامل 300 عمل. مش بتلاقي انت مش بتاع فلوس صح؟ مصر كلها مش عارفه ان انت مش بتاع فلوس. في الاخر كده عايز اقول لمحمد سلام بس ربنا معاك، وهو اكيد